سلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بألف صحة وبألف خير. كتير من الفانيليات طلبوا مني في التعليقات ان احنا نعمل مع بعض جلاش تحت عجينة السكر بس بدون كريمة سايلة، سواء كريمة طهي او كريمة خفق. للي مش متوفر عندها كريمة سايلة او اللي مثلا عايزة شوية تخفض من التكلفة، اهم حاجة ان الجناش ده يكون متماسك وبينشف تحت عجينة السكر زي الجناش العادي بالظبط، عشان نقدر نحافظ على الحواف الحادة للتغليف. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي مع بعض وبالمقادير بشكل ولا احلى. معايا هنا اول حاجة 750 جرام من الشوكولاتة السايحة، سواء سادة أو دارك أو بالحليب، لكن يفضل إنها تكون دارك. معايا هنا كمان 180 جرام من الحليب السخن. كمان معايا 52 جرام من الشانتيه، سواء خام أو محلى مش هتفرق في الوصفة دي، أهم حاجة نلتزم بالمقادير. هنحط الشانتيه على الحليب السخن ونقلب كويس 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 قوي، وبعدين ننزلهم على الشوكولاتة السايحة. الشوكولاتة سايحة دافية كده بدرجة حرارة الغرفة، الحليب سخن عشان يدوب فيه كريم شانتيه. هبتدي ان انا اصبهم فوقها كده، بس الاول اعديهم من مصفى عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات للكريم شانتيه ما دابتش. هو ده عندي بديل الكريمه السايله بالنسبه دي وبالمقدار ده. هبتدي اقلب كويس كويس لغايه لما القوام يتقل معايا كده، واسيبه يبرد لغايه لما يبقى زي النوتيلا، علشان اتاكد كمان ان هو مش سايل معايا عشان اعرف اشتغل بيه كويس. هاخده واضربه بالكف مش بالمضرب. اشمعنى؟ عشان الكف مش هيدخل لي هوا، لكن هيعمل قوام وتماسك للجناش، هيخليه يبرد شويه، فبالتالي اقدر اشتغل بيه. مش عايزه اي هوا، مش عايزه لونه يفتح، انا بس مجرد بخليه زي قوام النوتيلا زي ما انتي شايفه كده. هبتدي بقى اجيب الكيك اللي عندي هنا مقاس 20. طبعا انا شايله الحواف بتاعته ومقشراها كويس، وكمان مبيتاه في الفريزر من امبارح، ودي ضروره مهمه جدا. كمان جبت 2 قاعده اكليريك من نفس المقاس، وابتديت ان انا اظبط الكيك عندي في النص بالظبط، بحيث يبقى طرف الاكليريك اللي عندي باين من كل الحواف. هجيب بقى الاكليريك التاني، انا مغلفاه هنا بستريتش راب عشان يبقى سهل في اني اشيله. هحط عليه كميه كده من الجناش السايل، علشان ده اللي انا هعمل بيه وش الكيك. دي يعني اسرع طريقه تظبطي بيها الشكل من فوق، وفي نفس الوقت تديكي كميه جناش متساويه. اضغط كده ضغطه محترمه، الزق الجناش في الكيك كويس وافرده كده تحت الاكليريك، وبعدين ابتدي امسك السكرابر اللي عندي. اهم نقطه بقى ان انا امسك السكرابر اللي عندي كده وامشيه بحيث اسمع الصوت بتاع تزييقه السكرابر في الاكليريك. لازم كده امشي واجري كده، اسمع ان السكرابر زائق الاتنين مع بعض، والاتنين مع بعض عاملين صوت فيه كده، اعرف ان هو متساوي كويس قوي. ابتدي بقى افرد ما بينهم الجناش اللي عندي. الجناش بيبقى مش سايل ومش جامد، بس هو لو اجمد من كده هيبقى صعب تشتغلي فيه في الشتاء، ولو سايل هيبقى ملحوس الدنيا قوي 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 وبياخد وقت اوفر. فانا بحب اخد القوام ده، بفرد كده بالراحه، وطبعا لاني مفرزه الكيك فمش بيطلع معايا فرافيت ولا حاجه، لانه اوريدي متفرز كويس قوي، فمش هيطلع معايا فتافيت كده بقى تختلط مع الجناش والكيك. وبعد ما افرد بالسباتولا ابتدي ادخل بالسكرابر وامسك جزئيه جزئيه، بس طبعا السكرابر لازم يبقى جنبي ميه سخنه مغليه، بدخل فيها السكرابر او السباتولا تسخن قوي، واطلع اشتغل على الكيك، لان دي شوكولاته مش هيأثر فيها السكرابر غير لو كانت سخنه. وكمان هيظهر معايا شويه خرابيش كده، هبتدي ان انا اضيف على قدها بالظبط شوكولاته سايحه. فالشوكولاته بتبقى على حمام ميه في حله كده وانا شغاله جنبي، وكمان حله تانية فيها ميه سخنه انزل فيها السكرابر والسباتولا طول ما انا شغاله عشان تفضل سخنه واقدر اساوي بيها. بمسك جزئيه جزئيه تخلص ادخل في اللي بعدها. وطبعا انا اصلا مسرعه الفيديو، لان الجناش في المتوسط هياخد منك ساعه. الجناش بياخد وقت طويل، ممكن ياخد منك اكتر من كده، لو انتي شغاله فيه باستمرار ممكن ياخد منك اقل من ساعه، بس في المتوسط تقريبا ساعه، لان الجناش يعني من الحاجات اللي مش زي كريمه الشانتيه. كل ما بشتغل بالجناش اصلا بعرف قيمه الشانتيه بجد. الشانتيه ما بياخدش اكتر من 10 دقايق في التغليف، انما الجناش بيطول شويه. زي ما قلتلك اشتغلي كده جزئيه جزئيه، ولما تحسي انها بقت متساويه معاكي وزي الفل، خدي الجزئيه اللي جنبها لغايه لما تخلصي الدايره كامله بتاعه الكيك.
وفي الاخر خالص بحط السكرابر في ميه سخنه والف عليها كلها لفه واحده، عشان لو في اي نتوء مش مظبوط هيخبط معايا في السكرابر وهحس بيه. ودلوقتي بنيم السكرابر كده على حواف الاكليريك من فوق عشان خاطر اخد الشوكولاته الزياده اللي طالعه فوق الاكليريك قبل ما اشيل الاكليريك من تحت ومن فوق. وطبعا بشيل الاكليريك اللي بيكون من القاعده الاول، ايد من فوق وايد من تحت، وبقلبه وابتدي ان انا بالكتر كده ازحزح الاكليريك بالراحه خالص من على الجوانب، بفك مكان الاكليريك اللي لازق في الجناش، وبعدين ببتدي ارفع الاكليريك اللي فوق كده بيتشال معايا بمنتهى السهوله. ارجع مره تانية القاعده، ايد من تحت وايد من فوق، واشيل البورد واعمل نفس اللي عملته من تحت من فوق. برضو هفتح كده مكان الاول بالكتر، وبعد كده ابتدي اشيل بالراحه. واخر حاجه بجيب السباتيولا احطها في ميه سخنه قوي قوي قوي، وبعدين ابتدي امشي كده على وش الجناش من فوق علشان بيبقى فيه خرابيش من الاكليريك لما كان عليه. بس كده الموضوع بيبقى سهل بأمر الرحمن، بس محتاج صبر وشوية وقت. انا كده خلصت، يا رب الفيديو يكون عجبكم. الجناش حلو قوي في التغليف تحت عجينة السكر، انا جربته بنفسي، ما كنتش حابة اديكم وصفة غير لما اجربها. بالنسبة بقى للمقادير والتكلفة بتاعة الجناش ده للربع كيلو والنص كيلو والتلات ارباع والكيلو، فدي هسيبها لك بأمر الرحمن في جروب التسعير. هتتساب بالتكلفة وبالمقدار، وكل مقدار من ده بيكفي انه يغلف تورته مقاس قد ايه. بالتوفيق دايما ليكم يا احلى فانيليات، ما تنسوش ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين، ربنا يوفقكم دايما.